السلام عليكم حبايبي، تعالوا كده نعمل مع بعض المكرونة الجميلة دي. روعة مكرونة بالشبت والثوم. يلا نقول بسم الله ونبدأ طريقتنا. في طاسة على النار هنزل فيها بربع كوباية كده من زيت الزيتون، يعني 3-4 معالق كبار علشان ما تستكتروش الكمية. ولو ما عندكيش زيت زيتون ممكن تحطي اي نوع تاني. هنزل عليها براس توم حلوة كده مفرومة ناعم. اهم حاجة في المكرونة دي التوم بتاعها. هقلب كده تقلبتين لحد ما اشم ريحه التوم الجميله، واهم حاجه ان لونه ما يتغيرش. بعد كده هنزل عليه بشويه شبت حلوين زي ما احنا شايفين، مقطعهم صغير جدا ومغسولين كويس جدا ومتقطعين، وهبدا اقلبه كده على التوم. بعد ما يتقلب على التوم والريحه الجميله بتاعته تبدا تظهر معايا، مش عايزه اقول لكم ريحه شكلها ايه، روعه روعه فعلا. هكون بقى انا سلقه كيس المكرونه بتاعي. طبعا المكرونه الكيس العادي اللي 400 جرام اللي احنا بنجيبه. اول ما تستوي معايا هبدأ افضيها من المية اللي كانت فيها، وهنزل بيها على طول على الشبت والثوم والجمال ده. هتنزلي عليها بالفلفل الاسود والملح وهتقلبيها، وهتبدأي بقى تقدميها وهي سخنة، وكلي واستطعمي مكرونة بالشبت والثوم. احلى مكرونة ممكن تاكليها، وهتعمليها كمان عن المكرونة العادية. جربوها حبايبي، صدقوني هتعجبكم جدا، وبألف هنا.